كلمتين في التصوير للعميل: العربون او الديبوزيت. المصور مش جاي يسرقك حضرتك. دلوقتي انت اتفقت معاه في التليفون او عن طريق الصفحه بتاعته: انا عايزك تيجي تصور لي منتجات او تصور لي اكل او تصور لي اي حاجه انا عايزها. بيقول لك بكل بساطه كلام او اتفاق جديه: ابعت لي ديبوزيت. ديبوزيت ده لو هو هياخد مثلا 10000 جنيه 5000 جنيه ممكن ابعت له جزء منهم، مش كلهم ولا نصهم، ممكن ابعت له ربع المبلغ او 10% من المبلغ. هو مجرد بس عايز يعرف انت راجل جاد في الاتفاق بتاعك ولا هجيلك ممكن ملقكش او تقول لا انا كنسلت الديل او كنسلت التصوير. فالديبوزيت هنا هو المصور بيضمن حقه وحضرتك معاك باقي حقك. يعني هو ما قالكش هات كل فلوس الصور قبل ما اصور، انت بتديله عربون وحسب الاتفاق بينكم لما بيجي لك يا بياخد جزء كمان يا بياخد باقي الفلوس لما يسلمك الصور. فحضرتك معاك لسه باقي فلوسك، فما تخافش ما تقلقش لما المصور يقول لك هات ديبوزيت. هو مجرد بس جديه في الاتفاق وجديه في التعامل. وطبعا لو تعرف تاخد عنه فيدباك من حد هل هو كويس او لا او اتعاملت معاه قبل كده ولا لا يا فلان، خد ده هيطمنك اكتر واكتر. بس كده يا رب تكون فهمت ان الديبوزيت مش سرقه، ان الديبوزيت مش حاجه حرام يا عميل. وسلام.